السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فتوح، خطوة بخطوة مع الكمبيوتر. هنا هنتعلم أساسيات الكمبيوتر خطوة بخطوة إن شاء الله، وبطريقة سهلة وبسيطة. سواء كنت محتاج الكمبيوتر لشغلك الحالي، سفرك للخليج أو أي دولة أجنبية، أو حتى عايز تطور من نفسك، فالقناة ديت مخصوصة علشانك. هنبدأ نتعامل مع الكمبيوتر نفسه، تشغيله، ايقافه، الماوس، الكيبورد، ازاي ننشئ ملف، ازاي ننسخ ملف، ازاي نحذف ملف، الويندوز، سطح الويندوز، الايقونات، كل ما هو اساسي في الكمبيوتر. بعد ما نخلص الاساسيات ديت هنبدأ بتعليم البرامج الاساسية زي الوورد، الاكسل، باوربوينت، وحاجات تانية كتير، سواء كانت تطبيقات، معلومات، برامج مجانية، البرامج اللي ممكن تساعدك في شغلك الحالي او في زيادة فرصتك للحصول على شغل. فيلا بينا. ونبدأ أول حاجة بالكيسة. دي الكيسة بتاعتنا. تمام. هتلاقي هنا في الكيسة في بعض الأوقات هتلاقي مخارج زي ديت، مخارج يو اس بي. تمام. العلامة ديت معناها مخرج يو اس بي، دي مخرج للسماعة مرسوم عليها اهوت، ودوت مخرج للميكروفون. تمام. وعندنا مخرج تاني لليو اس بي. تمام. بعد كده دوت اللي هو الدي في دي بلاير، لو عندك دي في دي وعايز تشغله. تمام. ده بيكون مدخل الدي في دي. بعد كده معانا ظهر الكيسة ماشي، هتلاقي دوت مخرج للباور اللي هو للكهرباء يعني. تمام. وعندنا ديت مخارج للشاشة على حسب نوع الشاشة اللي عندك، وكابل الشاشة دي اللي بيركب فيها الشاشة. تمام. وبرضو دي مخارج للطبعة، يعني في بعض الطبعات تمام بتركب على الكيسة من خلال الفتحة دي. تمام. ودي برضو 4 مخارج يو اس بي زي اللي قدام بالظبط. ده مخرج الانترنت، يعني عندك لو الانترنت بالكابل بتوصله هنا. تمام. دول مخرجين تاني يو اس بي. وديت برضو مخارج للسماعة وللميكروفون زي اللي قدام بالظبط. في الكيسة من قدام برضو هتلاقي عندك زرار التشغيل. تمام. طبعا زرار التشغيل او اماكن الفتحات دي واماكن مخارج الشاشات بتختلف من كيسة للتانية، لكن هي نفس الاساسيات. بعد كده عندنا الأجزاء التانية من الكمبيوتر، هتلاقي عندنا الماوس. تمام. ودوت المفروض معظم الماوس بيبقى بسلك، ولو وايرلس اللي هو من غير سلك هتلاقي ديت اللي هي بتخش في مدخل اليو اس بي اللي انا وريته لكم قدام او ورا مش هتفرق. تمام. في نفس الوقت لو عندك بالكابل هتلاقي الكابل واصل من هنا وفي اخره اليو اس بي. تمام. ودي عندي برضو لوحة المفاتيح اللي هي الكيبورد. تمام. برضو نفس الشيء، المفروض ان هي معظم الوقت بتبقى بسلك، لكن عشان اللي عندي دي وايرلس يعني من دون اسلاك. تمام. ديت بتركب عليها، يعني مجرد ما بوصل ديت في الكيسة من ناحية اليو اس بي. تمام. الكيبورد والماوس بيشتغل. تمام. ودي عندنا الشاشة. طبعا اول ما بدوس على زرار التشغيل اللي انا وريته لكم في الكيسة، الشاشة بتشتغل، وبعد كده ببدأ شغل بالكمبيوتر. بعد ما اتعرفنا على اجزاء الكمبيوتر، هنتعلم دلوقتي ازاي نعمل حاجات بسيطة على الكمبيوتر، زي ازاي ان احنا نعمل سويتش اوف سويتش اون للكمبيوتر، يعني نفتح ونقفل. ازاي ان احنا نوصل لللوك سكرين، ازاي ان احنا نعمل مجلد او فولدر. تمام. وازاي ننشئ مجلد او ازاي نحط حاجة في مجلد. تمام. دي كلها حاجات بسيطة بس هي ضرورية على اساس تبقى فاهم ازاي تتعامل مع الكمبيوتر. تمام. هنبدأ اول حاجة الفتح والقفل، سويتش اون سويتش اوف. زي ما وريتكم في الكيسة اللي فاتت، لما بتضغط على زرار الفتح في الكمبيوتر هو الكمبيوتر بيشتغل اوتوماتيك. لما اول ما بيشتغل، اذا كنت انت حافظ باسورد يعني رقم سري بتدخله، بعد كده الكمبيوتر بيفتح. اول ما بيفتح بيجي لك على الشاشة دي اسمها الديسكتوب. طبعا هتلاقي عندي على الشاشة موجود فيها كذا حاجة، يعني كذا برامج انا منزلها. تمام. على اساس ايه استخدمها. انت في الوقت الحالي يعني، او في بداية تعاملك مع الكمبيوتر، من الافضل انك تشوف حد ينزل لك كل البرامج المهمة لحد ما تتعلم كويس، وبعد كده انت ممكن تنزلها بنفسك. البرامج المهمة زي المايكروسوفت اوفيس اللي هو بيبقى فيه الوورد والاكسل والباوربوينت، اللي هو اللي انت اللي هي بتستخدمها معظم وقتك في شغلك. تمام. فخلينا نبدأ أول حاجة مع الفتح والقفل. زي ما قلت لكم زرار الفتح بيبقى موجود في الكيسة أو في اللابتوب على حسب اللي أنت بتستخدمه. تمام. لما تحب تطفي الكمبيوتر بتروح على علامة ويندوز، كلمة ويندوز اللي هي شباك.
تمام. دي شكل علامة الشباك. فلما نقول ويندوز نحفظ بقى اللي هي تبقى ايه، شباك. ما بدوس عليها تمام بيجي لي زرار الباور. تمام. مهم جدا يا شباب ان احنا نتعلم الكمبيوتر بالانجليزي. تمام. ممكن الموضوع يبقى صعب علينا شوية، بس حاول على الاقل بجانب درس الكمبيوتر ده ان انت تعرف اشكال الحروف ونطق الحروف. تمام. لو ربنا كرمك مثلا وسافرت دولة اجنبية او سافرت حتى دول الخليج، خصوصا في دولة الامارات العربية. تمام. معظم الشغل بالكمبيوتر، وطبعا بما ان في تنوع ثقافي او تنوع جنسيات كتيرة موجودة في البلد، فمعظم المعاملة بتكون بالانجليزي. فحتى الكمبيوتر او الانترفيو اللي هي المقابلات الشخصية معظمها بيبقى بالانجليزي. تمام. فخلينا نبدأ مع بعض كده ايه، ان انا هبدأ اوريكم شكل الايقونات بتبقى شكلها عامل ازاي، وانت مهم تحفظها جدا. تمام. ولو محتاج اي كلمة معينة او حاجة معينة مش عارف تترجمها، او شيء يعني انت محتاجه على اساس خليك تبقى افضل انك تقرا الكلام مظبوط، راسلني على الخاص وانا عناية لكم. تمام. ده زي ما قلنا زرار الباور. تمام. هتلاقي شكل الايقونة بتاعته زي المفتاح. لما بتدوس على زرار الباور بيجي لك 4 اختيارات. تمام. لك اللي هي حتى مرسوم عليها قفل. اللك ديت لما انت تعوز تقفل الشاشة بتاعة الكمبيوتر ومحدش يخش عليها الا لما يدخل الباسورد. تمام. سليب مود اللي هو بيخلي الكمبيوتر يبقى في وضعية اللي هو وضعية السليب، وضعية النوم. يعني كل حاجة مطفية بس الكمبيوتر على ستاند باي. يعني لو انت مثلا عندك اي برامج مفتوحة بتفضل موجودة لحد ما تيجي تعمل ويك اب تاني، بتدخل برضو تفتح وتدخل الباسورد وتشغل الشاشة تاني. تمام. ويبدأ السليب مود او يبدأ الكمبيوتر يبقى شغال من غير ما يبقى مطفي. تمام. وبعد كده شت داون دي اللي هي ايه، قفل الكمبيوتر. لو انا دوست عليها دلوقتي هبص تلاقي الكمبيوتر بيفصل. تمام. بعد كده ريستارت. كلمة ريستارت دي اللي اعادة تشغيل. تمام. لما تدوس عليها الكمبيوتر هيطفي وبعد كده يشتغل تاني لوحده. تمام كده. ارجو ان الموضوع يكون سهل وبسيط، ولو عندك اي استفسار لو سمحت ابعتولي. تمام. بعد كده عندي ازاي انشأ مجلد. تمام. انا عندي الماوس بتاعي فيه كليكتين، كليك يمين وكليك شمال. تمام. لما بدوس على الكليك اليمين في الماوس بيظهر لي الشاشة دي. تمام. او الويندوز ده. تمام. هاجي عندي على كلمة نيو. تمام. شايف فينا علامة فولدر اللي هي المجلد او الملف. تمام. بضغط عليها. تمام. بيجي لي كلمة نيو فولدر دي مكتوبة بالازرق، يعني مكتوبة بالابيض وبس معمول عليها هايلايت بالازرق. تمام. انا عايز اسميها تاني، فبسميها مثلا ايه، هسميها نقول فتوح. تمام. او خلينا نكتبها بالعربي فتوح. تمام. دلوقتي بقى عندي مجلد. طيب لما بدوس عليه دوستين من الماوس او بعمل كليكتين بالماوس على اللي هو النقرة الشمال بيفتح عندي المجلد. تمام. ببدأ ده مجلد فاضي. تمام. طيب انا عايز انقل عليه في حاجة مثلا، يعني انا مثلا عايز ارتب المجلدات اللي عندي دي. بصوا كل دي مجلدات. مثلا هاجي على مجلد، تمام، زي مثلا مجلد الديسكتوب دوت. تمام. هضغط على الماوس كليك شمال. تمام. مجرد ما بضغط عليها كليك شمال، تمام، المجلد بيبدأ يتسحب معايا زي ما انتوا شايفين. طول ما انا دايس عامل كليك شمال وبحرك الماوس دائري او في اي اتجاه بتبدأ معايا المجلد يبدأ معايا ايه، يتحرك. تمام. فهجيب المجلد، تمام، ودخله ايه، ودخله عندي في المجلد الجديد زي كده مثلا. شوف المجلد اتشال وبقى موجود هنا. تمام. اهو ما بقاش موجود هنا. تمام. ادي المجلد بتاعنا اهو بقى موجود هنا. تمام. طيب عايز ارجعه تاني. تمام. نفس الكلام. وفي طريقة تانية، يعني مثلا ممكن ايه لو عايز نسخة منه. تمام. او لو عايز انقله هو كله، باجي على المجلد نفسه وبالماوس، تمام، بعمل كليك يمين.
تمام. اول ما بعمل كليك يمين بيظهر لي اللي هو الاوبشنات ديت او الويندوز ده. تمام. بعمل مثلا انا عايز اعمل نسخه، شوف كلمه كوبي، كوبي يعني نسخه. تمام. او عايز اعمل له ديليت مثلا، او عايز اعمل له رنيم اللي هو ايه، اغير اسمه مثلا. تمام. او عايز اعمل له قط اللي هي قطع، يعني مجرد ما بشيله بعمل له قط، وبعمل له بيست في حته تانية بايه، او يعني بشيله واديه حته تانية. تمام. بيتشال من المجلد نفسه. فخلينا نعمل اول حاجه قط. تمام. وباجي هنا على الويندوز او على المكان اللي انا عايز انقل في المجلد، وبعمل كليك يمين بالماوس، وباجي على كلمة بيست وبدوس عليه. شوفوا المجلد رجع تاني هنا. تمام. واتشال من هناك. تمام. ادي المجلد بتاعنا اتشال. طيب دلوقتي مثلا المجلد بتاع فتوح دوت انا مش عايزه تاني، طب عايز اعمل له ديليت. تمام. عندي طريقتين. تمام. اول حاجة اللي هي مثلا ايه، بدوس كليك يمين برضو بالماوس، واجي على كلمة ديليت وبقوم دايس عليه. حلو الكلام. وفي طريقة تانية عن طريق الكيبورد مثلا. دي واحدة بفتح الكيبورد اوريها لكم. ماشي. دي الكيبورد بتاعتنا. تمام. دي اي ال هنا اختصار لكلمة ديليت. تمام. باجي مثلا اعلم على الفولدر، وبقوم دايس على في الكيبورد اللي موجود عندي، بدوس على ديليت. شوفوا اوريدي راحت. طيب راحت فين؟ راحت في الريسايكل بين. الريسايكل بين اللي هو شايف زي ما انت شايف كده الايقونه ديت عباره عن ايه، عن شكل اللي هي سله مهملات. تمام. بتفضل الحاجه موجوده في سله المهملات حوالي 30 يوم. تمام. على حسب الظبط اللي انت عامله. تمام. طيب عايز انا ارجعه تاني، بروح على سلة المهملات مثلا، بلاقي عندي شوف المجلد موجود اهو. تمام. عايز اعمل له، بدوس عليه كليك يمين على الماوس، وبدوس على كلمة ريستور اللي هي اعادة او الاعادة. تمام. لما بدوس عليه ريستور، شوفوا بيختفي هنا من الريسايكل بين اللي هي آه، سلة المهملات، وبيرجع لي هنا تاني فتوح. طيب انا عايزه، تمام، عايزه ما يروحش على سلة المهملات. طب بعمل ايه؟ باجي على الكيبورد. تمام. بدوس على شيفت ديليت. تمام. زي ما هعمل كده شيفت، يعني بدوس على ده الاول، طب وبعد كده بدوس على شيفت ديليت. تمام. بيجي لي رسالة. تمام. are you sure you want to permanently delete the folder، اللي هو انت متأكد ان انت عايز تشيل الفولدر دوت من غير ما يروح على الريسايكل بين. هقول له يس. تمام. راح عندي الفولدر. تمام. نقفل الكيبورد. طيب ده كان درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله تابعوني علشان يبقى في دروس تانية كتير. ان شاء الله الدروس بتاعتي هتبقى سهلة وبسيطة، واتمنى لو حد عنده اي سؤال انا موجود في الخدمة. تمام. والسلام عليكم.